يا دكتور، في رسالة بتقول ازاي اتعامل مع عدم توقف نزيف الدم بعد خلع الضرس. بص، النزيف بعد الخلع ده بيكون نتيجه مشكله من المريض نفسه. يعني المريض نفسه هو الاهمل في التعليمات. هنقول تعليمات ما بعد الخلع يا جماعه وبنعيدها دايما. المريض بيقعد على القطن لمده ساعه، ممنوع الاكل على الجنب بتاع الخلع في نفس اليوم، ممنوع الحاجات السخنه في نفس اليوم، ممنوع المضمضه في نفس اليوم. بنستخدم حاجات ساقعه كتير. بعد ساعه لما نشيل القطن لو بينزل دم كتير قوي بنحط قطنه ساعه كمان. ممنوع السجاير، ممنوع نتف، ممنوع نمضمض. دي معظم التعليمات اللي ممكن بنعملها، المريض ما بيلتزمش بيها. ده احنا لما بنيجي نشرح للمريض وهو قاعد قدامنا على التعليمات دي بنقعد نجادل. طب انا عايز اكل، طب انا عايز اتف، طب انا عايز اتوضى، طب افرد دم في بقي ما تفرش. نقعد نجادل في الحاجات دي وما بنركزش في التعليمات. تيجي الساعه 2 3 بالليل بقى المريض بيتصل: انا بموت الحقني، ده انا نزيف في بقي مش عارف عامل ازاي. لا طبعا، في تعليمات بنمشي عليها. وعايز اقول لك برضو اهم نقطه: التدخين. الناس تقول لك التدخين ممنوع وهو نازل على السلم بيشرب السجاير بيدخن. فالنزيف